والله الوجه الله ولا عاوزين إلا رضاه، وانطالت بينا حياة هتكون أرواحنا جسور. يا مصر يا مصر صباحك نور. لحمة سوداني مذبوحة بأبو سمبل، مذبوحة داخل مصر إن شاء الله. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. السلام عليكم يا حاج. حضرتك ساكنه في المنطقه هنا؟ وايه اخبار السوق النهارده؟ الله يكرمك. مغليين الاسعار الناس ديت ولا متهاوده؟ يعني متهاودين في الاسعار؟ انت اخدت ايه النهارده يا حاج؟ انا خدت مكرونه وخدت لحمه وطماطم. الناس دي بتبيع اللحمه بكام؟ بتتباع بكام اصلا؟ لا بره حاجه 55 و60. طب بالنسبه للناس اللي واقفه بتبيع، في حد مثلا بيضايقك في حاجه او كده؟ والله كلهم الله يكرمهم يا رب. الله يحفظك يا حاج. طب انت نفسك في ايه في المنطقه هنا ان الحزب يحققه لك؟ كويسه وحلوه ورخيصه والناس تاكل وتتبسط. مش عايزه حاجه من الحزب نفسه تاني؟ يعني انت نفسك مثلا الحزب يعملها لك؟ لا عايزه تستثمر من عند ربنا، ربنا يسترهم. ادعي لنا بقى يا حاج. الله حلو يا رب. الله يبارك فيك. ادعي لنا بقى يا حاج. ربنا يسهل. الله يحفظك. ربنا يجزيك خير. سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح. بص هقول لك على حاجه. اول مره يا حاج. هي البلد من قبل حسني مبارك ما يتنيل على عينه. ايوه. واحنا يعني اسال الشيخ اساله. يعني انت اصلا اهل المنطقه بتحب السلفيين من ايام حسني مبارك كمان. المسلمين الاسلام هم مش كانوا يعني حزب سيدنا اليوم رحنا فين دلوقتي؟ طبعا الاخوان اي حزب بعد كده. صح. لما حاج انت مفيش اي متطلبات، اي اوامر من حزب النور تحب الحزب ينفذها لك في المنطقه هنا؟ الحمد لله الحمد لله. انا والله عيالي لما زهقوا سابوا البلد. اخر ما زهقوا سابوا البلد طبعا. راحوا يسافروا فين؟ راحوا الخليج. لما زهقوا مفيش شغل، كل واحد يطلع مع مقاول عمليه ولا هنا ولا هنا. طب انت ايه اللي نفسك تشوفه في بلدنا؟ اكيد كل واحد فينا كان قاعد مثلا كان بيحلم. نفسي اشوفها هاديه ونفسي اشوف كل واحد زي ما كنا بنشتغل. انا عندي 70 سنه كنت هقول لك ايه. الحمد لله. بالنسبه حاج قبل ما يبقى في حزب النور اصلا، بالنسبه للشباب الحزب اللي هم شباب الدعوه السلفيه، كانوا متواجدين بين الناس اصلا ولا ما كانوش متواجدين؟ والله كان في متواجدين مع ابو اليزيد. مع الشيخ ابو اليزيد عندكم هنا؟ او كانوا بينفعوا الناس ولا هو بس لما عملوا الحزب نفعوا الناس؟ لا لما عملوا الحزب نفعوا الناس. لما عملوا الحزب نفعوا الناس اكتر. طب هم قبل هم ما كانوش ظاهرين. كان بسبب ايه؟ بسبب الوضع بتاع الحكومه. عاوزين الحكومه كانت الحكومه مضايقه عليهم يعني. طبعا. لكن هم لما شموا نفسهم عرفوا على حاجه. الشيخ ابو اليزيد وانا قلنا له في وشه من قبل الثوره كان ممنوع يمسك الميكروفون. كان ممنوع يمسك الميكروفون. صح ولا غلط؟ طب ليه؟ لما بقينا حديث بقينا حريه كان بيخطب كل يوم جمعه وبيقول احاديث امبارح ما بين المغرب والعشاء ما بين العصر والمغرب
يدي حديد مش اي حاجه. كان يعني قبل الثوره كان مكتوم ودلوقتي عشان ايه؟ عشان ايه؟ اصل انا من الصغار عشان كل شويه يجي كل شويه يجي طب انت تنصح شباب الحزب بايه يا حاج؟ عايزين نصيحه من اب كده لعياله، تنصحهم بايه؟ اتقي ربنا اتقي ربنا إنني قلت القسم في اتقي ربنا كل شيء يعمله. سوف نبقى هنا يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.